السلام عليكم. حكي لكم قصة مشكلتي وحكايتي يعني بكل قصتي. هو عشان الرواتب هذا لي 3 شهور وأنا جالس أحرس الصندوق النظافة. ما رضاش المدير الفتيان هذا كفصل كان وما رضاش يجيب لي رواتبي. أتكلم مع عيال عمي ما حدا رضي يرد عند بابنا غلط كل ربعة علشان يتكلموا الناس. نزل حملة قوية عليا، تفتيش البيوت، يعني مرة حملة نزل قوية عليا مرة. اضطريت إن هربت عند فندم بكر. بعد هربت عند فندم بكر توقف عندي حوالي 20 يوم. بعد حوالي 20 يوم بكر ما قدرش يعني لو 30 تنزل معها ما قدرش يعني يتفاهم معها. قال لي خلاص روح البيت، قص لك أسبوع بالبيت ونبقى نشوف لك حل. قص لك أسبوع بالبيت لا حل ولا شيء. قلنا بسرعة عند محمد سعيد قاسم هاي ابن عمي، بسرعة عنده تكلمت معه بيده القضية. قال لي هذه البنت افتهان مدير افتهان نجمة بالدولة، يعني لا مدير الأمن يقدر الله لا المحافظ ولا حد يقدر الله، يعني معاه وساطة قوية. قال ما الحل؟ قال لي يا أخي مرة البنت هذه. قلنا خلاص أنا بخرج حقي من نفسي، رواتبي اللي حرسكم بالليل كله بخرج من نفسي. فشل أنا بسرعة بضرب السيارة حقها كرم الماكينة حق السيارة بضرب لها كرم فوق الماكينة خلاص وبرد نفسي وكذا. ما أنا ناوي كنت أقتل ولا أسوي لا، أنا أضرب لها السيارة قرن. قال لي يا محمد سعيد لا إذا ضربت لها السيارة قرن يعني البنت هذه إذا ضربك السيارة حقها قرن يعني البنت اشتقلعنا جميعا. قال لك كيف ما الحل؟ قال لي الحل إنك تصفيها يعني آخر شيء. قلنا له البنت هذه كذا بعدين أتقهم ناس وأسحر الراس ما قدرنا نصفيه. قال أعمل لك مراقبين وحاولك صفاكها. قلنا أوكي ماليش لي دعم وشي لي في شيء. قال لي خلاص أنت حاول إذا صفيتها أنا بزيد أتواصل مع أخي الشيخ حمود بس خله بدعمك. أنا بس هيك فكرت قلنا نشوف كيف خلاص يعني أقتلها يعني ما أرمي السيارة. قال لي لا ترمي السيارة خالص، إذا ضربت السيارة يعني نفس ما على الربعة حكم علي 4 سنوات على 10 ربعة تحبيس. المدير هذه الفتيان حكم عليها 4 سنوات 10 ربعة. كيف؟ لا كنت ضربك عليها السيارة، ضربك يعني ماكينة على السيارة كان يعني طلعنا جميعا طلعت بالنص جميعا. قال لي قد ترفع رؤوسنا وصفقها يعني تسبية قوية يعني. حتى قال لي حاول تقتلها قتل لا تكونش مصابة لا تكونش مكونة خالص أبدا، يعني حاول تقتلها. قلنا خلاص صيب شلك هذا وأمكو الجريمة. حاول حتى تضرب عليه رصاص كبير عشان مو قال لي الإقامة خارجة لأن الإقامة يعني مصابة ولا مكونة تخرج تطلعنا جميعا تطلع الناس جميعا. قلنا خلاص الحين